يسعد اوقاتكم متابعيني، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتكون صحتكم تمام واموركم كلها تكون تمام التمام. وصفتنا اليوم مشبك. حنعمل مع بعضنا مشبك بطريقة سهلة وبسيطة ومضمونة النجاح، مقرمش من برا وطري ولذيذ من جوا. ان شاء الله بتستفيدوا من الوصفة. انا كنت زمان نزلتها وعدتها بنفس المقادير ونفس الطريقة، ما غيرت شيء. خلونا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نتعرف على المقادير والطريقة سوا ونبدأ الفيديو. فورا بالزبدية اللي عندي او بالإناء راح اضيف السميد. راح استعمل كوب ونص سميد. هذا النص لانه انا كاستي مخصورة ضيقة من تحت، فعشان هيك بتحسوها هي شايفين انتوا اكتر، بس هي كوب ونص سميد. سميد عادي خشن، ما انه الناعم مو طحين الفرخة. راح احطهم فورا بإناء الخلط اللي راح اخلط فيه المقادير تبعيتي. راح اضيف عليهم ربع كاسة طحين، هاي ربع كاسة، برجع بكرر كاستي مخصورة بس الكوب اللي عندي معياري. ملعقتين كبار حليب بودرة، وراح احط ملعقة كبيرة سكر، نص ملعقة كبيرة نشا، نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ونص ملعقة كبيرة خميرة فورية. المقادير راح تلاقوها كلها بصندوق الوصف. عندي ملعقة صغيرة مليانة فانيليا، بس قبل ما اضيفها راح احطها عندي بهذا الجرن الخشب. انا هذا مخصصته فقط للفانيليا والمستكة. راح اضيف ظرف مستكة على المشبك تبعي. المستكة بتعطي المشبك نكهة كتير طيبة. هلا اذا متوفرة حطوها، ما متوفرة فيكم تكتفوا بالفانيليا بتكفي. المستكة لازم تندق مع الفانيليا او مع السكر لتنعم كتير منيح. انا هذا ما تستعملوا جرن الثوم والبهارات وتدقوا المستكة فيه، ما بيسوى. بده يكون خاص للمستكة مشان الطعمة تضل والريحة تبقى موجودة وطيبة. بنعم المستكة منيح بالفانيليا، وبعدين راح اضيف الفانيليا والمستكة على خليط المشبك. وزي ما قلت لكم المستكة ما ضرورية، بس هي بتعطي نكهة جدا طيبة للمشبك. اذا مو متوفرة اكتفوا بالفانيليا بكفي. بعدين رشة ملح صغيرة هيك بروس اصابيعي. واخر شي راح احط، او هو من اخر شي قبل الاخير، نص فنجان قهوة صغير زيت ابيض، زيت نباتي، اي نوع زيت بتوفر عندكم نباتي. وبعدين بروس اصابيعي راح ابس المكونات كلها بالزيت بهذا الشكل زي ما واضح بالفيديو، لحد ما يصير عندي القوام رملي، كل الخليط يتشرب عنا بالزيت اللي حطيته. مجرد ما صار عندي هذا القوام، شايفين هيك زي ما واضح، راح اضيف هلا كمية المي. راح احتاج كاسة وربع مي عادية من الحنفية، نفس الكاسة اللي حطيت فيها السميد والطحين. راح احط كاسة وربع تقريبا. هلا ممكن تحتاجوا اكتر شوي او اقل شوي، ما حيبين هلا، حيبين بعدين حسب نوع السميد اللي انتم مستعملينه والطحين، يعني حسب قدرة امتصاص النوع اللي انتم مستخدمينه. اكتفوا انتم بكاسة وربع بداية. اذا طلع رخو بتضيفوا شوية سميد، طلع جامد بتضيفوا شوية مي. هلا راح هيك بعد ما قلبته منيح راح اغطي على الخليط تبعي واتركه على الاقل ساعة ليخمر، من ساعة لساعة ونص. مجرد ما خمر بنبدأ بمرحلة القلي. بعد ساعة وربع، هون بالضبط كان صار له ساعة وربع الخليط تبعي، بشيل النايلون عنه وبتأكد من القوام. هذا القوام اللي بدي أحصله عليه، هذا هو. إذا القوام هيك تمام خلص معناته مقاديري صحيحة. بهاي المرحلة طلع رخو بضيف شوية سميد أو طحين، طلع جامد بضيف شوية مي. هذا هو القوام اللي بدي إياه. هلأ هيك جاهز الخليط لأعبيه بكيس الحلواني اللي بدي أشكل فيه المشبك. راح استعمل هذا القمع. استعملوا أي قمع متوفرة عندكم، أو فيكم حتى إذا ما متوفر عندكم قموع، كيس عادي، كيس حلا، بس قصوه اعملوه بيطلع دائري عادي، المهم انه الطعمة تطلع طيبة. جهزت زيت نباتي للقلي، وبحط دائما القطر جنبي، القطر بوعاء هيك مفتوح واسع. القطر بارد وسميك، بارد وسميك، هاي النقطة كتير مهمة. بحب احط ملعقة سمنة حيوانية بزيت القلي لتعطيه نكهة طيبة للحلويات، بس الحلويات دائما بحط ملعقة سمنة البقرة الحلوب. مجرد ما سخن عندي الزيت وتأكدت انه سخن، ببدأ بشكل قرص المشبك. الحجم زي ما انتم بتحبوا، حتى القمع فيكم تختاروا اعرض، في ناس بتحب المشبك يكون عريض، في ناس بتحبه يكون رقيق رقيق رفيع، فهذا حسب الرغبة. القرص بتصغروه بتكبروه كمان زي ما بتحبوا، هاي شيء اختياري. المهم الزيت يكون غزير وسخن، وزي ما واضح معكم بالفيديو شوي شوي بالملعقة هيك بصير بسقي زيت عليه من فوق ليمسك. وهاي حركة تقفيلة القرص مهمة، إن نقفل القرص مشان ما يفتح معانا بالزيت. بضلني هيك بقلب فيه، بخليه ياخد راحته بالزيت بحيث يستوي ما يضله معجن من جوا وني. وبسقي شوي شوي هيك زيت عليه من فوق لحد ما يتحمر ويمسك تمام قبل ما اقلبه.
بعدين بطرف شوكة هيك بقلب القرص للجهة الثانية، وبتابع بنفس الطريقة، بحط زيت وبخليه يتغلغل الزيت بين المشبك، بين لفات المشبك ليستوي عندي منيح. برجع بكرر، بتحبوه سميك سمكوا القمع، بتحبوا القرص أكبر كبروا، بتحبوا أصغر صغروا، تحكموا زي ما بتحبوا بهذه الأمور. المهم طريقة القلي تكون هيك، بزيت غزير وشوي وزيت سخن، وبهاي الطريقة. والملعقة اللي بنستخدمها بالزيت ما بنستخدمها نفسها بالقطر، يعني في ملعقة أو شوكة للزيت وملعقة أو شوكة للقطر. القطر يكون بارد وسميك، بارد وسميك مشان تبقى الحبة عنا بتقرش. إذا كان سخن دافي أو سخن أو كان خفيف القطر، المشبك عندي رح يطرى، ما حيبقى بقرشته. بصفيه منيح بهذا الشكل من الزيت، وبعدين فورا على الإناء اللي فيه قطر. لهيك قلت لكم حطوا شغله تكون واسعه. هلا انا ما بدي اغرقه بالقطر، بس مجرد قلبه وقلبه وراح اشيله. بتحبوه يتغرق كتير بالقطر، خلوه دقيقه او اكتر بالقطر. انا بس بدي اياه شويه قطر، وبدي امصيه هيك واحط القرص عندي بالصحن، وبتابع بنفس الطريقه لتخلص عندي الكميه كلياتها. ببرم هاي حركة القلي بهذا الشكل، حجب القرص اللي بدي اياه، وبعدين لازم اعطي هاي القفلة منشان ما يفتح معي باخر شي. وبتابع راح اكمل كل خليطي بنفس الطريقة، اقليه كله واحطه بالقطر لتخلص كل الكمية اللي عندي. القطر حطوه بوعاء مفتوح ويكون واسع يسع القرص. وهيك بعد ما خلصت الكمية عملت لي 6 اقراص. هلا انتوا قدامكم في 5، 2 صغار و3 كبار نسبيا، السادس اكلوه اول واحد طلع اتاكل فورا. هذا الكمية اللي بقيت، بس الكمية بتعمل 6 اقراص حجم وسط. فقرب لكم هيك هدلون الاثنين الصغار هن فعليا ما انهم صغار، طبعا فيكم تصغروا انتوا، تحكموا زي ما قلت لكم بالحجم، الحجم زي ما بدكم. التزيين راح ازين بشويه فستق حلبي، فيكم تزينوا بشويه جوز هند، فيكم ما تزينوا ابدا، اصلا هو مزين حاله بحاله. ولا اطيب من هيك مشبك. انا بحبه هيك يكون سماكته، لا يكون سميك كتير ولا يكون كتير رفيع، هيك كتير حلو مقرمش من برا وطري من جوا، طري ولذيذ من جوا. شوفوا القرمشه هيك، وطيب كتير كتير خفيف، نكهة المستكة فيه كتير طيبة وكتير ظاهرة. إن شاء الله بتجربوه وإن شاء الله بيعجبكم. شوفوا القوام، شوفوا اللون، شوفوا ما أحلاه، كتير طيب. إن شاء الله بتجربوا الوصفة وبتعجبكم. وإذا عجبتكم الوصفة ما تبخلوا علي من اللايك والكومنتس، وانتظروني فيديوهات جديدة، وتضلوا بخير. سلام.